قبل ما تسمع القصة بعد إذنك اعمل إعجاب للفيديو دلوقتي. صاحبة القصة بتقول: ما كنتش أعرف إني هوصل للي أنا فيه دلوقتي، ولا كنت أعرف إن هيجي عليا يوم وأكون الإنسانة دي. أنا للأسف مش هقدر أقول اسمي. أنا من القاهرة وعندي 23 سنة، لأسرة على قد حالها جدا جدا. ما عنديش غير أخ واحد ومتجوز وعايش في محافظة تانية، وأنا كنت مخطوبة لمدة سنة، وللأسف غلطت مع خطيبي غلطة كبيرة، وأهلي ما يعرفوش حاجة عن الموضوع ده، وأنا ما قدرتش أقول لهم، واختلفوا مع بعض على موضوع القايمة، وللأسف الجوازة ما تمتش، وأنا حاليا مش بنت، وحاولت بكل الطرق إني أخلي الجوازة تتم، بس أهلي كانوا رافضين وهم اللي فسخوا الخطوبة. الكلام ده كان من حوالي 2 سنين، وأنا حاليا عايشة مع والدي ووالدتي في شقة إيجار، ومصاريف البيت فعلا مش قادرين عليها، خصوصا إن والدي مرتبه بسيط جدا لأنه بيشتغل أمن من زمان. ومن بعد فسخ الخطوبة أمي قالت لي انزلي شوفي شغل واشتغلي، وفعلا بقيت أسأل صحابي وجيراني على شغل، وكان كل الشغل اللي بلاقيه كان بيكون شغل في مصانع، وفعلا اشتغلت في مصنع ملابس وفي مصنع كرتون، قعدت فيهم حوالي 2.5 سنين. الفلوس اللي كنت باخدها مش كتير، بس هي كانت حاجة بتساعد والدي، لحد ما في يوم كنت راجعة من الشغل والميكروباص بتاع المصنع نزلني المحطة بتاعتي، وجيت علشان أعدي الطريق زي كل يوم. للأسف عربية خبطتني وما حسيتش بنفسي غير وأنا بفوق في المستشفى ورجلي متجبسة، والحمد لله إن العربية ما كانتش ماشية بسرعة جامدة، وقعدت في الجبس حوالي 1.5 شهر. وجيت علشان أرجع الشغل بتاعي في المصنع تاني، قالولي إن أنا اتفصلت من الشغل ومش هينفع أرجع تاني، وادوني باقي الفلوس اللي كانت ليا والورق بتاعي، وخرجت من المصنع اليوم ده وأنا منهارة من العياط ونفسيتي في الأرض، وعمالة أفكر هعمل إيه. روحت البيت وما كانش قدامي غير إني أدور على شغل تاني غيره. قعدت أدور على شغل على النت لحد ما لقيت إعلان واحدة منزلاه، كاتبة مطلوب سكرتيرة لمركز علاج طبيعي، وكاتبة مرتب قد اللي أنا باخده في المصنع تقريبا 3 مرات، بس ما كانتش كاتبة رقم التليفون بتاعها. دخلت بعتلها رسالة وقلت لها لو سمحتي أنا بسأل عن الإعلان اللي حضرتك منزلاه. ما شافتش الرسالة بتاعتي غير بعدها بيومين، وبعتت لي رقم موبايل وقالت لي كلميني. اتصلت بيها فعلا وكلمتها، قعدت تسألني عن سني وشوية أسئلة هامة عني، وعرفتها إن أنا محتاجة للشغل ده جدا جدا، وبعدها طلبت مني إني أبعت لها صورتي أنا على الواتس. رحت فعلا بعت لها صورتي على الواتساب، قالت لي خلاص تيجي يوم الحد الجاي تعملي مقابلة معايا، وادتني العنوان، وكان في عمارة في مصر الجديدة. العمارة دي لما رحتها كانت كلها دكاترة وعيادات ومراكز، وتهت هناك في العمارة من كبرها ومعرفتش أوصل لها. اتصلت بيها وفضلت معايا على التليفون لحد ما وصلت للدور اللي هي فيه، فبص راحت مشاورالي كده علشان أدخل، فدخلت وراحت قافلة الباب. بعد ما دخلت لقيت المكان عبارة عن شقة كبيرة جدا فيها 4 أوض، وشقة فخمة جدا جدا جدا، وفي أوضة منهم اللي هي المكتب بتاعها. دخلنا وقعدنا فيه. هي واحدة مش كبيرة قوي في السن، تقريبا عندها 38 أو 40 سنة. فضلت تتكلم معايا كتير، وعرفت تقريبا تفاصيل حياتي كلها، وقالت لي أنا مش بشغل أي حد معايا، أنا أهم حاجة عندي الثقة، وإن مفيش سر من أسرار شغلي تطلع برا. قلت لها من الناحية دي اطمني، وفعلا وافقت عليا واشتغلت معاها سكرتيرة، وكنت كل اللي بعمله زي ما قالت لي
إن أنا بكون قاعدة برا بستقبل الناس اللي بيجوا وبيحاسبوني ويدوني قيمة الكشف 500 جنيه، وبعد ما بيدخل ويحاسبني بقفل باب الشقة وبدخله لحد المكتب بتاعها وبرجع أقعد مكاني تاني. وقالت لي إن أنا هبقى نظف الشقة يعني كل أسبوع وده هيكون بحساب لوحده. قلت لها مفيش مشكلة. ولما سألتها بنقفل الباب ليه، قالت لي علشان دي عمارة سكنية والدور اللي احنا فيه ده مفهوش عيادات خالص، كلها شقق بتاعة ناس، والجيران دول بيتضايقوا إن الباب بتاعنا بيكون مفتوح على طول. وقالت لي أنا أصلا كده كده مش محتاجاه يكون مفتوح، أنا الناس اللي بيجوا عندي بيجوا عن طريق إعلانات على الإنترنت. قلت لها خلاص تمام. بس الغريب اللي لاحظته من أول 5 أيام اشتغلتهم معاها إن كل اللي بيجي عندها شباب أو رجالة، ومفيش مرة لقيت 2 مع بعض أو 3، دايما واحد وبيكون جاي لوحده، وما شفتش ولا واحدة ست جت تكشف عندها. ولقيتها قبلها بتقولي ممنوع إني أدخل عليها وهي في كشفة مع حد نهائي لأي سبب من الأسباب، وإن أنا لو احتجت أي حاجة ضروري جدا أبقى رن عليها على الموبايل بتاعها، غير كده ما تدخلش ناحية المكتب بتاعها ولا قرب منه. الشقة كانت كبيرة جدا جدا، والمكتب بتاعها يعتبر في آخر الشقة، فحتى لو هي ندهت عليا أنا مش هسمعها. ولما بتعوز مني حاجة بترن على موبايلي وسايبالي فلوس بحيث إن أنا لو احتجت أجيب أكل أو احتجت أشتري أي حاجة أجيبها من غير ما أروح لها أو أرجع لها. المهم إن كل اللي بيجوا علشان يكشفوا بحس إن هم مش تعبانين أصلا، بما إنه مركز علاج طبيعي فأكيد يعني اللي بيجي المركز يكون حد عنده خشونة في الركبة أو مش قادر يمشي أو في حاجة باينة يعني. كل ده أنا ما شفتهوش، وده اللي خلاني أشك إن في حاجة غريبة بتحصل، وقلت لازم أعرف إيه اللي بيحصل. وكان بيجيلها في اليوم حوالي 8 أو 9 شباب من سن 18 سنة لحد سن تقريبا 45 سنة. واستنيت لحد ما واحد دخل وحاسبني، ورحت قفلت الباب بتاع الشقة ومشيت قدامه لحد ما وصلته للمكتب بتاعها، وخبطت على المكتب وبعدها فتحت الباب بتاع المكتب ودخل، ورحت قافلة الباب ورايا. وبدل ما ارجع مكاني رحت وقفت على جنب كده واتدريت. بعدها بدقيقة لقيت الباب بتاع المكتب بتاعها اتفتح واتقفل تاني. عرفت انها كانت بتتأكد اني مشيت ولا لأ، ومن هنا اتأكدت ان فعلا في حاجة غلط وان الست دي وراها حاجة. فضلت مركزة كويس قوي عشان اسمع اي حاجة بتحصل جوه. ومن ضمن الكلام اللي سمعته لقيتها بتقوله مستعجل ليه، فين الفلوس الأول؟ قال لها ما أنا دفعت بره. قالت له احنا هنهزر. وبعدها ب10 دقايق بالظبط سمعت اللي عمري ما كنت أتخيله. سمعتها وهي نايمة معاه، وكل ما اسمع صوت معين من اللي بيعملوه مع بعض سوا جسمي كان بيترعش. بعد ما اتأكدت من اللي هي بتعمله خرجت قعدت في مكاني تاني، وبعدها بنص ساعة الشاب اللي كان جوه معاها خرج ومشي، وانا قررت ان انا مش هشتغل معاها، مع ان المبلغ اللي هي بتديهولي كتير جدا. بس انا حسيت ان انا اتضايقت ورحت متصلة بيها. قالت لي في حاجة؟ قلت لها عاوزاكي. قالت لي طب تعالي. دخلت لها وقلت لها ان انا مش هكمل وهمشي. قالت لي ليه، في حاجة حصلت؟ قلت لها لا. قالت لي طب انا ضايقتك في حاجة؟ سكت وما قدرتش ارد عليها. في الوقت ده هي حست اني عرفت اللي بيحصل. قالت لي انا فهمت انت عاوزة تمشي ليه، وفضلت تقنعني اني لو فضلت ادور على شغل بره مش هلاقي حد يديني الفلوس دي. وقالت لي اعتبريني صاحبتك وقولي لي عرفتي ايه. قلت لها عرفت كل حاجة، وكنت معدية من جنب المكتب بالصدفة، وقلت لها
وسمعت اللي كان بيحصل. قالت لي بصي، أنا تعبت في حياتي كتير قوي واتبهدلت، والحاجة دي الوحيدة اللي خلتني أعمل فلوس واشتري الشقة اللي احنا فيها دلوقتي دي. قلت لها طب وجوزك؟ قالت لي أنا أصلا مش متجوزة ومش ناوية أتجوز، وأتجوز ليه أصلا؟ كل حاجة بتجيلي لحد عندي، سواء متعة أو فلوس. قلت لها يعني انت صاحبة الشقة دي واشتريتيها من الموضوع ده؟ قالت لي ده غير الفلوس اللي في البنك. وقالت لي شغلي بس انت دماغك معايا وانا هظبطك. وقتها جات لي نفس فكرتها، لاني تمنيت اكون واحدة عندي ربع اللي عندها. قلت لها بهزار كده طب ما تشغليني معاكي. قالت لي وهي بتضحك لا ده انت احلى مني وهتاكلي الجو وهتقطعي عليا. وقالت لي مش هينفع علشان انت بنت. رحت مصرخاها باللي كان حصل بيني وبين خطيبي واني مش بنت حاليا. حسيت انها فرحت قوي لما سمعت كده، وقالت لي بقولك ايه، بلا جواز بلا بتاع، محدش هينفعك غير نفسك وفلوسك. انا شلت فكرة الجواز دي من دماغي وعايشة احلى واجمل عيشة ممكن اعيشها، وممكن في اليوم اعمل 20,000 جنيه وانا قاعدة في مكاني. قلت لها طيب وانت ازاي بتكوني قاعدة ومطمنة وانت بتعملي كده؟ مش ممكن حد من اللي بيجولك دول يبلغ عنك او كده؟ قالت لي يا حبيبتي هو انا عبيطة؟ انا شغالة في الموضوع ده بقالي 6 سنين دلوقتي. وراحت واخداني من ايدي ومدخلاني المكتب بتاعها، وورتني شاشة كبيرة شغالة عليها كاميرات الشارع كله تحت. وقالت لي لو في اي حاجة حصلت زي ما بتقولي كده وشفت حاجة على طول هتعدل وهنكون قاعدين عادي جدا، او اخلي اللي معايا ينزل بسرعة، ومش هيكون في اي اثبات لاي حاجة نهائي. وحاليا هي مصاحباني جدا جدا جدا، وعمالة كل يوم تلح عليا اني اشتغل معاها، خصوصا بعد ما عرفت ان انا مش بنت. وانا بصراحة خايفة اعمل كده ومحتاجة للفلوس جدا جدا جدا. وقلت لها سيبيني بس شوية افكر في الموضوع وهرد عليكي. ودلوقتي انا لسه شغالة معاها سكرتيرة زي ما انا، وكل يوم تكلمني في الموضوع ده، وحاسة ان انا خلاص هضعف وهضواها. ساعدوني وقولولي اعمل ايه من فضلكم. اللي عنده نصيحة ليها يكتبها في التعليقات، وهي متابعة التعليقات والنصايح كلها بتاعتكم.